بعد ما عرفنا ان ده معاه 65 مليون بيغسلهم، وان دي معاها 15 مليون بتغسلهم، وان دي غلبانه معاها 300,000 جنيه بتغسلهم على ايديها، بقينا عايزين نعرفوا يعني ايه غسيل اموال، والفلوس ازاي بتتغسل، وايه علاقه لايفات التيك توك وهدايا الداعمين بغسيل الاموال. تعال افهمك الموضوع. الحكايه بتبدا من عند حاجه اسمها وكاله التيك توك. بيجي لها شخص فلوسه مشبوهه، بتحصل عليها يا اما من دعاره، يا اما من سلاح، يا اما من مخدرات، وطبعا ما ينفعش يدخل البنك عشان ما يتسالش السؤال الشهير من اين لك هذا، فبيديها للوكاله، والوكاله بتحول الفلوس دي عباره عن هدايا. بيبقى وكاله وبياخد نسبه من الارباح اللي بتنزل لك وبيدعمك. تفضل الوكاله حاطه ايديها على خدها وقاعده مستنيه ان حد يطلع ترند، واول ما حد بيطلع ترند، سواء بقى كانت واحده بتشتم ابوها، الشارع اللي وراه، او ضابط مفصول من الخدمه والبنات بتحبه، او واحده بترقص على انا الحكومه، مستني انت الفيديو الاقيه، تقوم رايحه الوكاله لصاحب الترند تقول له مساء الخير، تعالى اعمل لك عقد واشغلك معايا بمرتب ثابت، وهديك مرتب شهري محترم في المقابل انك هتفتح لايف يوميا، واحنا هنبعت لك هدايا ودعم بالملايين، وهنخليك في التوب 10 ومن واحد من المشاهير. المهم بينزل دعم للتيك توكر وبيقعد طول النهار والليل ارحب يسعد دينك يا عاليه، ارحب ارحب، زي النبطشي في الفرح بالظبط. لا محتوى بيتقدم ولا كلام بيتقال، وانك تشوف حد من الداعمين ده امر مستحيل، كلها باسامي وهميه وكلها صفحات فيك، وكده تبقى الفلوس اتحولت ودخلت من الشخص المشبوه ده لحسابات البنوك مره ثانيه عن طريق الوكاله والتيك توكر في النص، واتضاف عليها الصفه الشرعيه. بس هنا في حاجه مهمه، الفلوس ما بتروحش كامله، لان تيك توك بياخد نسبه من الفلوس اللي بتتحول ما بين الداعم وما بين الهوست. يعني الورده بتاعت الغلابه ام 22 جنيه دي بتوصل له 13 جنيه، اما الاسد اللي الداعم بيشتريه ب 20,000 جنيه بيوصل للتيك توكر ب 12,000 جنيه. اللي هو سوزي يوم ما نجحت في الثانويه العامه جالها 160 اسد، اضرب بقى 160 12,000 جنيه، يا عم ما تتعبش نفسك، 1,920,000 جنيه، تقريبا 2 مليون. طبعا كل ده بياكد لينا ان لايفات التيك توك دي ما هي الا عباره عن شبكه لغسيل الاموال لاسباب كتيره. اول سبب منها هو مين الداعم، تاني سبب منها مين المليونير اللي ايده فرطه وعنده وقت فراغ كبير قاعد بيتفرج على لايفات التيك توك وبيرمي دعم ليك. وعلى الناحيه الثانيه لما ستك بتكسب مليون جنيه في اليوم، انت بتكسب في اللايف الواحد مليون جنيه، 30 مليون جنيه في الشهر، حوالي 350 مليون جنيه في السنه. الفلوس دي انت ليه ما استثمرتهاش او حطيتها في مشروع او في شركه او في اي حاجه وكبرتها ونجحتها وبقى عندك البراند بتاعك باسم، او حتى كنت حطهم في البنك وخدت الفوائد والارباح بتاعتهم وبطلتش حاجه. بس للاسف اثبتوا كلهم ان هم عباره عن ستاره لشبكه غسيل اموال كبيره. فشكرا للحكومه انها اتحركت في الملف ده، واللي لسه هتظهر فيه كمان الفتره اللي جايه مفاجآت كتير. ده احنا تجيب اعلى مشاهدة.